السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى ألف خير إن شاء الله، وأنه يلقاكم هذا الفيديو وانتم في أحسن الأحوال يا رب. إذا البنات مع فيديو جديد. اليوم راح نبارطاجي معكم كامل نهاري، يعني يوم الجمعة، من الصباح حتى للمساء راح نشارك معكم وصفات، أيضا وين مشيت، أيضا عدة أشياء راح في هذا الفيديو. بقاو معايا فقط للآخر. وإذا عجبكم الفيديو البنات ما تنسونيش بلي جام، وايضا خليوا لي تعليق ولو صغير جدا هكا يدعمني ويشجعني انني نقدم المزيد. وبالنسبه للبنات اللي راهم يشجعوني في التعليقات ويخلوا لي التعليقات الجميله، نقول لهم الله يخليكم عليا وربي يخليكم ليا، وهذا راح يزيد يقويني انني نقدم لكم المزيد والمزيد ان شاء الله. البنات ما تنساوش لي جام، دروك ديروا جام وخليوا لي تعليق صغير. وايضا بالنسبه للبنات اللي اول مره يشوفوا القناه وتعجبهم نقول لهم مرحبا بكم معنا، رايحين تنورونا بالحضور تاعكم، فقط تضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس هكا باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. اذا البنات كما شفتوا معايا بديت بهذه الطاوله، كنت حبيت اليوم نقلش وليداتي، درت لهم هذه الطاوله يعني بالاشياء البسيطه اللي كانت عندي في المنزل، ما كانش حاجه زعما كبيره ولا هكا مكلفه، فقط بالاشياء اللي كانت عندي في المنزل. هنايا كنت ليله من قبل كنت وجدت لهم هاد لي مادلين، وايضا هاد لي بغيوش راهم كاينه الوصفه تاعهم في القناه تاعي، رايحه نخلي لكم الرابط تاعها في صندوق الوصف هكذا باش تقدروا تدخلوا لها بكل سهوله. هنا كما شفتوا معايا حطيت هاد الاشياء البسيطه جدا، زوقت الطاوله لولادي هكا عجبتهم، وكان فطور صباح رائع. نورمالمون يقولوا له الا مانيش غلطه في الاسم تاعه يقولوا له لو بغانش، يعني فيه فطور صباح، ايضا فيه مملحات حلويات، ايضا يكون متنوع هذا الفطور تاع الصباح، وتكون طاوله رائعه مع وليداتك، تكون قاعده ولا اروع البنات. هكذا مره على مره ديروها لوليداتكم وفرحوهم، راح تكون واحد الاجواء اللي هي رائعه البنات. هنا بعد ما فطرنا او تقهوينا الصباح، طميت الطاوله تاعي وبديت في الميناج تاعي. هنايا بالنسبه لهاد الطريقه هنايا بزاف ربما اللي راح ينتقدوني ويقولوا انني يعني ما ترميش الماء راح تخسري المبل تاعك. عندكم الحق، كاينه هذه راح نخسر المبل وكل شيء، لكن انا من نوع تاع النساء بالك ما كاين معايا البنات، خليوا لي في التعليقات اللي كيفي هكا اللي يموتوا على التشرشيق تاع الماء. انا من نوع تاع النساء اللي نحب نفرغ الماء ونجبد هكذا، نحس بواحد الراحه نفسيه انني داري راها نقيه. هنايا بعد ما نظفت المنزل تاعي، هنا البنات تاني ايضا كاينه حاجه بين قوسين، هنا مانيش نوري لكم الطريقه كيفاش تسيقوا ولا كيفاش تنظفوا بيتكم، اي وحده تعرف كيفاش تنظم وتسيق بيتها دارها تخملها وهاد الصوالح، هذا فقط مجرد انني نشطكم فقط. انا من نوع تاع النساء اللي تاني ايضا نتفرجوا في اليوتيوب، ولما نشوف وحده هكا تنقي في دارها ولا تسيق ولا حاجه تعطيني واحد يعني النشاط انني نوض انايا وندير كيفها ونقي داري. انا كنت غسلت هاد لي ريدو تاع لا شومبر تاعي، هنا جيت بديت بعد ما نشفوا لي علقتهم. وهنايا البنات مشيت درت صورة الكهف في التلفاز، وبلا ما ننساو انني نقراوها يوم الجمعة، يعني فرض نقراوها يوم الجمعة. وهنايا مشيت بعدها مباشرة للمطبخ باش نوجدوا الكسكس تاعنا. بالنسبة للطعام تاعنا تاع نهار اليوم راح نشارك معكم الوصفة تاعي. هنايا ما كانش اللي ما تعرفش دير الطعام تقريبا، كامل يعني البنات تاعنا في الجزائر او في الدول المجاورة يعرفوا يديروا الطعام، ويكون عندهم فرض يوم الجمعة انهم يديروه في الفطور. فهنايا كل وحده والوصفه نتاعها. انا راح نشارك معكم الوصفه تاعي كما كنتوا تشوفوا معايا. هنايا خديت طعام نوعيه تاع البركه، ما نكذبش عليكم البنات، انا كنت نستعمل كسكس ماما النوع الخاشن، كنا احنا نحبوا الخاشن، لكن ما لقيتش فاستعملت هذه النوعيه وخرجت لي ثاني هي مليحه. هنايا بالنسبه للطعام هنايا انا نفخته، يعني غسلته وخليته على جهه ينشف لي. كاين البنات اللي ما يغسلوهش يديروا له كميه من الزيت ويرشوه بشويه تاع الماء ويخليوه ينشف على جهه، هنا كل وحده والطريقه نتاعها. وهنا البنات بالنسبه للمرق خديت حبه بصل قطعتها، ايضا درت كميه من الدجاج، راح ندير الطعام تاعي بالدجاج، وايضا ضفت لها كميه من الزيت كما راكم تشوفوا معايا البنات. هنا راح نحطها فوق النار نقليها غير شويه، وبعدها راح نضيف لها كما راح تشوفوا معايا كميه من الماء، يعني راح نحط المقدار تاع الماء اللي من بعد ما نعاودش نزيد عليها. وبعدها بعد ما نضيف هذه الكميه تاع الماء الساخن راح نضيف عليها الحمص تاعي هكذا باش
باش يطيبوا لي كامل مع بعض. وما راح ندير لها لا توابل لا حتى حاجه، التوابل راح نديرها حتى للاخير، وراح نقول لكم كامل التوابل اللي درتها في الطعام تاعي. اذا هنايا بالنسبه للخضار كما شفتوا معايا هنايا خديت يعني الكابويا والجزر وايضا اللفت. وبالنسبه لهذيك الحبه تاع البطاطا درتها على جال ولدي اللي صغير هكا باش نديرها له مع الطعام. هنايا كنت بعد ما الطعام تاعي نشف لي ايضا درته في الكسكاسي فور. بعد ما فار لي هنا كما شفتوا معايا حطيته وضفت له كميه من الملح وبديت نرش عليه الماء البارد هنايا ونحرك. هنايا يعني راح نبقى ندف في الماء وفي نفس الوقت نبرد في الطعام تاعي حتى نشوف انه الكميه تاع الماء يعني الطعام تاعي كامل شربها لي. هنايا راح نغطيه ونخليه بجيه حتى اللي يعاود ينشف لي، وراح نعاود نفوره كما راكم تشوفوا معايا للمره الثانيه. هنا بالنسبه للطعام تاعي هاد النوعيه راح نفورها فقط 2 مرات ويكون الطعام تاعي شباب. كاين وين طعام اللي تفوريه حتى 3 مرات. اذا هنايا بالنسبه للخضر تاعي كنت ضفت اللفت والجزر بما انهم ياخذوا شويه طياب، ضفتهم درتهم قبيلات، وبقات لي الكابويا والبطاطا ضفتهم في هذا الوقت. ودرت التوابل تاعي. بالنسبه للتوابل هنايا انا درت ملح طبعا، فلفل اسود، زنجبيل، زعفران، درت كميه من الطماطم المصبره، وايضا درت عود تاع القرفه. كاين اللي يديروها بالكمون وهنايا درتها انايا اليوم بالقرفه. بالنسبه للطعام تاعي هنا بعد ما نشف لي كما قلت لكم فورته للمره الثانيه فقط. وهنايا جيت ضفت له كميه من هنايا راني نوري لكم البنات بانه ما تعجن لي ما حتى حاجه. ضفت له كميه من الزبده او المارغرين، وضفت له ايضا الزنجبيل. كاين يضيفوا له حتى الفلفل الاسود باش يزيد يعطيهم واحد البنه. هنا جيت نشارك معكم البنات يعني طريقه التقديم كما راكم تشوفوا معايا. هنا راح نحط في الصحن تاعي على هذه الطريقه، وبعدها رايحه ناخذ المرق تاعي والخضار، راح نزين بالخضار تاعي على هذا الشكل. وبعدها راح نحط الحمص في الوسط ونسقي بالروا تاعي، ومن بعدها راح نحط الدجاج تاعي في الوسط. على هذه الطريقه شاهدكم في الجنه البنات. نتمنى انه هذه الوصفه تجربوها وتنال اعجابكم. هنايا بعد ما حطيت الصحن تاعنا في الطاوله على هذه الطريقه. هنايا كنت حطيت وحضرت 2 تاع صحون. حطيت ايضا التمر واللبن. وبعد ما فطرنا يعني مور صلاه الظهر من بعد ما صلينا الظهر كما شفتوا معايا في العنوان. هنايا وين ديت ولادي وين رحت انا. اول حاجه وين ديت ولادي كما شفتوا معايا هنايا ديتهم لهذا النادي تاع الجيدو والفنون القتاليه. هنايا راهم يتدربوا. راح نعطي لكم كامل المعلومات اللي يحب يعني يحط ولاده في هذا المكان. هنايا بالنسبه للدخول رايحين يعطيكم استماره تعمروها يعني بعض الوثائق. وايضا بالنسبه للمبلغ هنايا اذا تحبي تخلصي ب3 اشهر او ب6 اشهر او بالعام. اذا خلصتوا ب3 اشهر يعني لابن واحد يعني طفل واحد تخلصوا له 150 الف يعني 50 الف للشهر. هذه في التريماس. وفي 6 اشهر تجيه 300 الف في 6 اشهر. انا بالنسبه لي دفعت يعني 2 ولادي، فاذا حبيت نخلص يعني ب6 اشهر فهي تجيني 600 الف لولادي في 2، لكن يديروا لك تخفيض تاع 100 الف الف دينار راح ينحيوها لك فتخلصي 500 الف. وايضا بالنسبه للعام عاود كاين ثاني تخفيضات بالنسبه للي دفعوا 2 ولادهم. هذه هي البنات. واللي يحب يزيد يستفسر مليح يمشي لهذا المكان ويسقسي على المدرب تاعهم وهو راح يعطي لهم كامل المعلومات. وبالنسبه للايام تاع التدريب كاين يوم الجمعه مور الظهر على الساعه 2 ويكملوا 3:30 او 4. ايضا كاين يوم السبت على الساعه 9 ويكملوا مع 10:30 حتى 11. وايضا كاين يوم الثلاثاء مرات على 1:30 ومرات على 2 على حسب المدرب تاعهم. هو يعلمكم يقول لكم فاو تجيبوهم ويكملوا يا على 3:30 يا على 4. هذه هي الايام تاع التدريب. اذا البنات راح نترككم مع هذه التحيه باش تشوفوا فقط كيفاش يكون التحيه في الجيدو، وراح نواصل معكم على المقر تاع نادي الجيدو والفنون القتاليه.
إذا البنات كما شفتوا معايا هنايا داروا التحية، وبعدها بداو يديروا يعني الإحماء كما راكم تشوفوا معايا، وبعدها راح يوري لهم الحركات اللي راح يديروهم. أنا صورت لكم يعني فقط لقطات، ما صورتش كل شيء، لكن ممكن أنه اللي يحب يدي ولاده ويقعد معاهم تما كاين مكان الجلوس للأهل تاعهم. إذا هنايا البنات بالنسبة للمقر تاع هذا النادي، هنايا هذا متواجد قدام البلاصة تاع الرمشي. المكان تاعه وين كان كاين ديستريش بكري، او وين كانت كاينه لاصال ديفات، تما راهم دايرين هذا النادي تاع الفنون القتاليه، يعني نادي الجيدو والفنون القتاليه عفوا. هذا هو. نتمنى انه عطيت لكم كامل المعلومات الخاصه بهذا النادي. واللي يحب يدي اكثر معلومات يعني ممكن انه كما قلت لكم المكان تاعه وين متواجد يمشي لتما، وراح يهضر معكم المدرب تاعهم ويعطي لكم كامل المعلومات. بالنسبه لللباس تاعهم، هنا البنات نسيت باش نقول لكم، لباس انتم تشريوه لهم. على ما اظن انا شريته لودي، على ما اظن الا ما خفتش نكذب البنات، باحوا لي ب 100 وشي حاجه، 180 الف هكا. على حسب السن تاع الطفل تاعكم. انا شريت الاياد 180، ووالد نورمالمون 160 الف، على ما اظن، مانيش متذكره مليح لانه شريتهم لهم يعني هذا شحال، وكنت مخبيتهم حتى لهاد المره باش درتهم لهم. نتمنى اني ما غلطتش في المعلومات. هذا مكان. اذا هنايا خليت وليداتي كما قلت لكم، وانا عاود مشيت المكان اللي كنت معرضه عندهم. هنايا كما راكم تشوفوا معايا كنت معروضه على بركوكس، هنايا تاع مولود جديد. كانت بنت خالي ولدت، ونقول لها بالبركه عليك ويتربى في عزكم ان شاء الله. كلينا بركوكس، اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. وايضا شربنا قهوه كما شفتوا. صورت لكم فقط لقطات، ما نجمتش انني نصور لانه كانت الحاله معمره، فما نجمتش انني نصور. صورت لكم فقط هكا لقطات. واش حطوا لنا يعني بركوكس، وايضا القهوه حطوا لنا تقنتها اللي لا تغيب عن طاوله المزيود او المولود كما راكم تشوفوا معايا. هذه تقنتها تاع السميد. وهنايا بالنسبه للحلويات، هنا كان عندها جابت وليد سماته محمد. نقول لها يكبر في عزك وان شاء الله الدريه الصالحه، ويحفظ لك محمد ويحفظ لك براء ان شاء الله. اذا هذا المولود تاعها هنايا جيت صورته لكم، يعني بسم الله ما شاء الله عليه. ربي يحفظه لها، واللي متمنيه ربي يرزقها ان شاء الله، واللي راها تستنى مولود ان شاء الله وقفه سهله مهله ان شاء الله. واللي مازال ما تزوجتش ربي يفتح عليها ان شاء الله، واللي متمنيه اي حاجه ربي ان شاء الله يوفيها لها. اذا هنايا كما راكم تشوفوا معايا راح نوري لكم الاجواء كيش راها. هنايا بعد ما رجعت للدار سبحان الله كان الجو في النهار حاجه، وفي العشيه حاجه. الحمد لله على هذه النعمه تاع الامطار، اللهم غيثا نافعا يا رب. والله نعمه نعمه نعمه، توحشنا هاد الامطار كما هكا. ربي يغيثنا غيثا نافعا ان شاء الله. وهنايا البنات دخلت مباشره للمطبخ باش نوجد العشاء. هنايا كما شفتوا معايا خديت هاد المرميطه، خديت هاد لي بينو تاع الدجاج، وضفت لها كميه من الزيت، ايضا حبه بصل قطعتها يعني كبير، ضفت ملح فلفل اسود وزعفران وكميه من الزنجبيل، وايضا ضفت توابل الدجاج كما راكم تشوفوا معايا. وايضا ضفت لها زوج ورق الرند، وضفت كميه من الماء، يعني درت كل شيء بارد في بارد. رايحه نحطها فوق النار كما راكم تشوفوا معايا، ونغطيها ونخلي حتى الدجاج تاعي يطيب لي. وبعد ما طاب لي الدجاج تاعي نحيته وخليته بجيه، ومن جهه اخرى كنت وجدت مقلاة وحطيت فيها كميه من الزيت، وبديت نحمر في هذوك لي بيلون تاوعي.
حتى خداو لي اللون الذهبي. من جهة أخرى كنت درت البطاطا تاعي طيب لي مع كمية من الملح باش درت لا بوري، ودرت فيها بعد ما طابت لي درت لها كمية من الجبن وكمية من المارغرين، هنا كل واحد والطريقة تاعه كيفاش يحضرها. وأيضا ضفت لها قليل من الحليب، يعني وطحنت كل شيء وحطيتها على هذه الطريقة. وأيضا رافقتها بالسلطة، وأيضا كمية من الفاكهة. وهذيك لاصوص اللي كانت باقيت لي من الدجاج حطيتها على هذه الطريقة، ورايحة نسقي بها لابوري تاعي كما راحين تشوفوا معايا. اذا حطيت هنايا كل واحد يعني حطيت له لاباغ تاعه في الصحن تاعه، وحطيت له الدجاج ايضا تاعه، يعني كل واحد حطيت له المرصو تاعه كما راكم تشوفوا معايا. وسقيت هذيك البطاطا تاعي بهذيك لاصوص. وهنايا البنات جيت نشارك معكم هذا المطلوع تاع الوالده، ديره ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، يعني واحد المطلوع خفيف 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 ريشه. وهي يعني بروفيسيونيل في المطلوع، ماشي راني نشكر فيها انا، لكن كامل اللي ذاقوا المطلوع تاعها يقول لك ما شاء الله يعطيها الصحه، وربي يبارك لها في ليداتها ويحفظها ويحفظ جميع امهات المسلمين يا رب. اذا البنات هنايا بعد ما تعشينا رايحه نشارك معكم ايضا سهرتنا كيفاش فوتناها. بقاو معايا البنات حتى للاخر. هذه هي السهره تاعنا، هنايا درت لهم هاد الطارطه الصغيره وكتبت لهم فيها سهره عائليه، وكتبت صحه القناه نتاعي حلويات ايلول، وحطيت كامل واش كان عندي في الدار. هنايا ايضا شريت لهم هنايا فقط يعني هذوك لي شيبس والزريعه والكاوكاو. ايضا كميه من الشوكولاته ايضا كنت شريتها لهم ايضا، كان عندي البعض والبعض شريته. فزينت هذه الطاوله على هذه الطريقه كما راكم تشوفوا معايا. حطيت هذوك لي ديسير، حطيت الياغورت، ايضا الفاكهه اللي كانت باقيت لي. وبالنسبه للشوكولاته بما انني انا حلواجيه فاخترت يكونوا عندي هاد الانواع تاع الشوكولاته، حطيتهم ايضا. ودرنا براد اتاي ومع هذيك الطرطه الصغيره اللي حطيناها في الوسط. وهنا شعلنا الشموع كما راكم تشوفوا معايا. راح نوريلكم لما نطفيو الضوء راح تشوفوا الاجواء كيفاش كانت، بما انه كانت كاين كما وريتكم البنات كانت الامطار يعني برا، كان واحد الجو اللي هو بارد برا. وهنايا الاجواء في الدار كانت دافئه. هنايا ايضا حطيت العصير اللي يبغي يشرب العصير، حطيت كما قلت لكم هذوك لي شيبس والزريعه والكاوكاو اللي مالح. هنايا مشيت للتلفاز درت لهم هاد الشيميني باش يكون واحد الاجواء كما قلت لكم اللي تكون اجواء دافئه في الدار، بما انه الامطار راها برا. هنايا طفينا الضوء ودرنا هاد الشموع على هاد الطريقه، وكانوا ولادي فرحانين بهاد السهرة بزاف بزاف بزاف. البنات مرة على مرة ديروها لوليداتكم هكذا وفرحوهم. يعني مرة ماشي شرط يعني تكلفوا على رواحكم، يعني فقط الاشياء اللي تكون عندك في الدار هكا. زيني واحدة طاولة هكا صغيرة وانتي يا وليداتك وتموا عليها وديروا كيما هكا كيما حنايا درنا هنايا واحد الفيلم. هذا الفيلم ما كانش اللي ما يبغيش ايضا. تقريبا كامل الاطفال حنا رانا كبار ونا يعجبنا. انا تفرجته ماشي خطره ولا زوج ونعاود نتفرجه ويعجبني. راح نقول لكم على العنوان تاعه هوم اللون. نتمنى انه ما غلطش في في العنوان تاعه. نورمالمون يقول له هوم اللون هكا. هذا الفيلم تاع هذا الولد الصغير المشاغب هذا. اذا درنا هذا الفيلم وتفرجناه وضحكنا وقصرنا، وكانت واحد القصره يعني كما تعرفوا درناها نهار الجمعه. يعني السبت ما يقراوش فقصرنا حتى يعني حتى اللي عياو ومشاو يرقدوا. اذا البنات هنايا كمل الفيديو نتاعنا تاع نهار اليوم. نتمنى انه يكون نال اعجابكم. ما تنساونيش البنات بالاعجاب وتخليوا لي تعليق ولو صغير اذا كملتوا الفيديو حتى الاخر. وما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، والى فيديو اخر ان شاء الله.